يا رب كلكم تكونوا بخير في الجو اللي احنا فيه ده. آه، بنات كتير طلبت مني اني ما اسرعش الفيديو بتاع الميك اب. بس اللي انتوا ما تعرفوش ان التصوير اللي بيظهر قدامكم في في 10 دقايق ده بياخد مني ساعة او اكتر، لاني بصور، لاني ما الميك اب مش تحت ايدي وكده. وتقريبا انا دايما المكياج بياخد معايا وقت. عمري ما عملت مكياج سريع. فالنهارده كده حبيت اعمل معاكم اللوك، واحنا كده بنتكلم مع بعض. فاللي هيعجبها اصلا الموضوع دوت هتعمل لي كومنت تقول لي ان عجبكم الفيديو وهو بيتصور بطريقه بطيئه. اللي ما عجبهاش برضو هتعمل لي كومنت، وهشوف انهي الاغلبيه وهرجع اصور الفيديو بالطريقه اللي انا كنت بصورها برضو قبل كده. لو جزء صغير حسيت انه بيطول قوي، ممكن اعمل اني اجري شويه. لكن هنتكلم كده مع بعض بطريقه بسيطه وانا بعمل الميك اب. اول حاجه انا جهزت حواجبي، حطيت عليها اي شادو من ميك اب ريفوليوشن. والمره دي انا مش حاطه اي ماسكارا لحواجبي، عادي سايباها كده. كمان مش لابسه عدسات زي ما انتم شايفين، بس هلبس بعد شويه. اللوك اللي احنا هنعمله النهارده لوك الكات كريز بطريقه سهله، وتقدر تخلي كل بنت تقدر تعمل اللوك بتاع الكات كريز. حطيت ميك اب ريفوليوشن على كل حواجبي، حطيت لون هنا فاتح، هنا لون ميديوم يعني متوسط، هنا لون اغمق. حددت من هنا بالديرماكول، وكمان حطيت اضاءة من باليت مورفي اللي هو اول لون في الباليت اللي هو ده. بس كده هلبس العدسات وارجع لكم. الطريقة مختلفة شوية، ان انا هعمل الميك اب الاول على بشرتي الاول، وبعدين هعمل المكياج بتاع العيون. عشان عايزه اعمل بيكنج تحت عينيا، آه، اللي هي طريقة طبخ المكياج، او اني احط الباودر تحت عيني وانا بشتغل. هستخدم الكونسيلر ده الكاموفلاج ده من كاتريس، لسبب ان الباليت بتاعت ميك اب الباليت بتاعت مورفي مش مدياني، مش عارفه اشتغل بيها. فعشان كده جربت حاجه النهارده غير البرايمر بتاع ايسنس. واللي مش عندها طبعا الكاتريس كاموفلاج ممكن تستخدم بداله الايسنس اللي هو الستيك كونسيلر دوت. هو برضو ناشف وبيتحول شوية، يعني على اما تحطيه على جفن عينيكي بينشف، فينفع قوي انك تستخدميه ك برايمر للعين. هو ده اللي انا عايزه اعمله، اني عايزه اخفي الجفن بتاع عينيا خالص. وهو كمان الكاموفلاج قريب من السوفت اوكر بتاع ماك، ده برايمر مشهور قوي بس هو مش عندي، بس بحس ان هو زيه بالظبط. علشان اعرف اشتغل بالاي شادو بتاع مورفي. لما حطيت بودر حسيت ان الاي شادو مثبتش على عينيا، فهشتغل مباشرة على البرايمر اللي انا حطاه او الكاموفلاج اللي انا حطاه. هحط البي بي كونسيلر تحت عيني شوية بسيطة بس، عشان هحط كونسيلر فاتح قوي واخاف يديني لون تاني اللي هو الالا جيرل من آه، اللي هو البرو ده. الاول هاخد الفلومار السايله، مش عارفه انا بنسى الحاجات ليه.
هاخد الفلورمار الباودر اللي هي السايلة، الدرجة اللي انا مستخدماها 1، برضو هي على روز مش على اصفر. البنات البيضة تستخدم الباودر اللي على بينك، والكونسيلر برضو عادي، بس هم ما بقوش موضة حتى للبنات اللي الاندر تون بتاعها روز. ما بقاش حد بيفضل انه يحط حاجة على روز او على بينك، بس دي بحس ان هي اكتر فيها تفتيح كده شوية. عملت البيكنج زي ما انتم شايفين كده، ثبت الباودر تحت عيني، وهاخد بنسل بروش صغيرة كده. دي فرشة كانت في علبة العلبة اللي كنت جايباها من الموسكي، كانت علبة اي شادو كده، واخدت الفرشة اللي فيها. هاخد اللون الانتقالي اللي قلتلكم عليه، هبتدي اثبت المعلقة كده وابتدي رسمتها كانت مرفوعة من هنا شوية. هظبط انا بقى بالايه، بالدمج. هجيب الفرشة المبططة اللي اشتريتها من فاطمة، وبالراحة ما اتكش على الفرشة وادمج الالوان. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الخط بتاع الدمج اللي فوق. هو المفروض يبقى نازل كده شوية، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هحدده. هجيب فرشة صغيرة شوية وانزل باللون شوية لتحت. اهو نزلت باللون شوية لتحت، وهدمج الالوان من الطرف عشان ما يبانش اني مصلحة حاجة يعني. زي ما قلت لكم البالت بتاعك مورفي زي ما انتم شايفين، الاي شادو معلق ومش عايزه تندمج، مش عايز يندمج خالص خالص الاي شادو. في الصور بقى اهو زي ما انتم شايفين بيبان قوي انه معلق. انا بصراحه مش عارفه استخدمه ازاي، يعني انا زعلانه على البالت اني جبتها وهوقف استخدامها يعني. لان لو بالدمج ده اشتغلت بيها يعني بعد شهر لو بحط ميك اب كل يوم هيكون جفني دلدل هنا من كتر الدمج اللي انا بدمجه في عيني. طيب هجيب بقى لون يكون اخف شوية على بني كده هوريكم، او على اورنج. ممكن تاخدي لون انتقالي زي ده او حاجة زي كده اللي انت تحبيه، اللون الانتقالي اللي انت تحبيه. انا هاخد شوية بس بسيطة من اللون احطهم فوق هنا عشان يبان ان في تدريجة الوان كده. الخطوة ان انا هنضف المكان ده عشان ارسم هنا
احط هنا الاي شادو الفاتح المفروض ان هو بتاع الكات كريز. هاخد فرشة كونسيلر او اي فرشة مبططة شوية تكون صغيرة، مثلا انا هختار دي فرشة صغيرة خالص، وهاخد بيها الكاموفلاج او الكونسيلر بتاع كاتريس، او ممكن تستخدمي قلم ابيض وتمشي بيه اي حاجة. المهم تعملي الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي قدامكم دي. على قد ما قدرت، وبعدين هاخد لون بقى فاتح من الباليت، برضو هي مورفي لاني بجربها. هاخد اول لون اللي هو ده الاول خالص، هحطه على اول عينيا. باخده كده وبحطه بطريقة اني احط التابنج كده، طبطبة كده. هستخدم فرشة سفنج زي دي. نضفت تحت الايلاينر هنا وظبطت شكله شوية. كمان مديته من قدام كده زي ما انتوا شايفين. هي خطوة تركيب الرموش اللي هستخدمها هي الاردل 401. الرموش دي بتكون خفيفة كده من قدام وتخينة من ورا، تقيلة من ورا. كل مشكلتها بس ان هي بتلمع، معرفش ليه. دي حاجة مش حلوة ابدا في الرموش، يعني ان هي تبان شكلها ان هي بتلمع. فانا بحطها وممكن احط فوقيها رمش تاني يطفيها من الرموش دي. هركب الرموش وهرجع لكم تاني. وده يا بنات اللوك بعد ما خلص. يا دوب بس غيرت الحجاب بتاعي، ظبطت كمان الايلاينر قدام المرايه. بصراحه حطيت فاونديشن، وهكتب كل حاجه بالتفصيل على الانستجرام وعلى الجروب بتاعي على الفيسبوك. تابعوني على هناك، وكمان هتشوفوا اللوك كامل ان شاء الله. ما تنسوش يا بنات الشير واللايك والسبسكرايب، والبنت اللي حابه تتكلم معايا في اي حاجه هستناها في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.